هنا خطأ للقوة الجوية، عملت الهجوم الآن ممكن القوة الجوية. حسين جبار هدفين مع القوة الجوية. هنا مصطفى سعدون يحاول يعكس كرة خطيرة وهدف أول. الدقيقة الرابعة. أيمن لا يترك أي فرصة لنفط ميسان أن ينتقط الأنفاس في بداية المباراة. وأيمن حسين يصل إلى هدف الرابع عشر في الجولة الرابعة عشر، وبالتالي يفتتح التسجيل لفريق القوة الجوية. والقوة الجوية يضرب بقوة منذ البداية وأيمن حسين، والمعتاد الحركة الجميلة لأيمن حسين عندما يسجل الأهداف الجميلة. إذن أيمن الهداف للقوة الجوية وهداف الدوري لحد الآن، يصل إلى هدف الرابع عشر. لاحظ الأسيست الجميل اللي كان عن طريق مصطفى سعدون، واستقبال أكثر من رائع من أيمن، وارتقاء جميل وهدف جميل للقوة الجوية في مرمى نفط ميسان. هدف جميل. الآن يبدأ القوة الجوية. ممكن سواليو المدافع يضعها في المرمى، لكن الحارس محمد حميد. سواليو حاول أن يصل إلى هدف تعادل لنفط ميسان. على فكرة سواليو عنده هدف على نادي القاسم. الله على كنترول حسين جبار. خطيرة الثاني. هدف ثاني للصقور، هدف ثاني. الله حسين جبار بمجهود فردي رائع. مر حسين جبار وسدد على يمين حارس المرمى أمجد رحيم. حسين جبار، الله على المرور من حسين جبار، يسجل ثاني أهداف القوة الجوية في الدقيقة 14، يعني بعد 10 دقائق من هدف أيمن حسين جبار مر من أمام لاعبي ومدافعي نفط ميسان، ويضع هدف ثاني وهدف الثالث مع القوة الجوية خلال هذا الموسم، بعد ما سجل في مرمى الحدود. وكربلاء يسجل الآن في مرمى نفط ميسان. لاحظ مر بهذه الطريقة الجميلة وبقوة على يمين حارس المرمى أمجد رحيم. أوقفت الحارس أمجد رحيم كرة حسين جبار اللي فقط بقي متفرج أمجد رحيم على كرة حسين جبار وهي تعانق شباك مرمى نفط ميسان. أي قوة ضاربة لفريق القوة الجوية للبداية لهذه المباراة. أبناء راضش نيشن إن شاء الله منتخبنا الأولمبي يفعلها، والتأهل إلى أولمبياد باريس داخل منطقة الجزاء. ثالث للقوة الجوية، هدف ثالث بطريقة رائعة عن طريق علي جاسم من الركنية بالمباشر على المرمى. علي جاسم قد يكون من أجمل أهداف دورينا خلال هذا الموسم، وعلي جاسم يسجل هدف ثالث. خلاص القوة الجوية مع هطول الأمطار يسجل هدف ثالث ويمطر مرمى فريق نفط ميسان بثلاثة أهداف جميلة. وعلي جاسم لا يترك المباراة دون أن يسجل، ويسجل سابع أهدافه. لاحظ الإعادة والرياح. الرياح تأخذ كرة علي جاسم إلى مرمى فريق نفط ميسان مباشرة، وخطأ من الحارس بتمركز خاطئ من أمجد رحيم يكلف فريق نفط ميسان هدف ثالث في المرمى. أيمن حسين وعلي جاسم وحسن أو حسين جبار. حسين جبار هجوم الأول رابع للقوة الجوية. رابع للقوة الجوية وحركة علي جاسم، وهذه حركة علي جاسم. رابع الأهداف لفريق القوة الجوية، وثاني أهداف علي جاسم في هذه المباراة، وثامن أهدافه مع الصقور. إذا رابع الأهداف لفريق القوة الجوية على حساب نفط ميسان. الدقيقة 85 علي جاسم يضاعف النتيجة بهدف رابع. لاحظ الإعادة والخطأ الدفاعي من رامي الوسماني اللاعب اليمني. يخطئ أمام علي جاسم، لا تخطئ أمام علي جاسم، لا تخطئ أمام أيمن، لا تخطئ أمام حسين جبار، لا تخطئ أمام القوة الجوية، لذلك يكلفك الكثير. وهنا رابع الأهداف لفريق القوة الجوية، وهي أكبر نتيجة يتلقاها فريق نفط ميسان خلال هذا الموسم، وبرباعية أمام القوة الجوية حتى الآن.